السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. اليوم بغيت ندير معكم وصفه تاع المولود الجديد تاع ولد، وصفه جديده جاتني اون كوموند، بغيت نصور معكم هذا الفيديو. بالنسبه للاخوات اللي في لي كومونتير في التعليقات قالوا لي ديري لنا الوصفات بالمراحل، ان شاء الله انا نحاول كاع نصور لكم كاع المراحل مرحله مرحله، ان شاء الله تفهموا عليا. واخت واحده اخرى قالت لي على الحوايج اللي نستعملهم تاع سواء كاطو ولا حاجه في الحلويات ولا يكونوا هنايا ينباعوا عندنا هنا في تلاعه. انا نقولها بلي كاين كل شيء راه متوفر. عندنا هنايا عند العيد رفيف، هنايا هذا المحل اللي نشري عليه عنده كاع المستلزمات الحلويات، حتى ولا ما كانش عنده حاجه راه يجيبها لنا سيغ كوموند. يعني كاع اللي راني نديرهم راني نجيبهم من عنده كلش متوفر. انا اليوم هذا غادي ندير هذا الموتيف تاع صابلي المولود الجديد تاع الولد. هاد الخطره غادي نديرو التام تاع الوالد، ها مكتوب فيها بوي باللون الازرق. وعاود شريت هذا الموتيف تاع الشوكولا، هذا تاني، هذا الكادر جديد ماشي كيما القديم. ها هو القديم اللي درت لكم به الخطره اللي فاتت، ها هو، وهذا جديد مختلف عليه. غادي ندير لكم الصابلي لاباط بنوعيه جديده، والديكور تاني بنوعيه جديده. هاد الخطره اللي فاتت درتها لكم بنوات كوكو، هاد الخطره غادي نديروه بالكوكاو. ان شاء الله تبعوا معايا المراحل. نبداو بسم الله. نسحقوا فيه المقادير التاليه. عندي 500 غرام تاع مارغرين ماني، عندنا فيه زوج حبات بيض كاملين، وحده صفار، كاس تاع سكر، كاس ماشي كبير، من النوع الكبير، شويه متوسط، خاطرش غادي نديروا له الحليب المركز المحلى هذاك حلو باش ما يجيناش حلاوه بزاف. عندي هنايا هاد الفنجان هنايا هذا تاع مايزينا باش تعطينا هذيك الخفه تاعها. وغادي ندير في لاباط زوج مغارف تاع كوكاو مقلي وزوج مغارف زيت. هاد زوج مغارف زيت صدقوني غادي يعطوا الهشاشه لهاد الصابلي ويجينا خفيف وبنين، ما غاديش كاع تحسوا الذوق تاع الزيت. ونلمو بالفرينه. بالنسبه لاليفيور عندنا غير اون بانسي صغيره كيما قلت لكم في المرات اللي فاتوا، ما لازمش نكثروا في الصابلي لاليفيور باش ما يتغيرش الشكل تاعه. يعني نبداو بسم الله. انا حطيت الزبده تاعي كما قلت لكم هنايا 500 غرام، نخدموها مليح مع السكر والبيض حتى تولي لنا اون كريم. اللي تبغي تستعمل الباتور باش بالخف تستعمل. هنا قلت لكم زوج حبات بيض كاملين وحده صفار. واللي ما عندهاش الباتور معليش تستعمل يديها. كاين الاخوات اللي قالوا لي في التعليقات ما تستعمليناش وصفات فيهم البيتخان. انايا مازال لحد الان ملي بديت نصور في القناه ما درتش وصفه بالبيتخان. عندي العجان ومانيش نستعمله، من نكثر راني نستعمل الباتور. الباتور خواتاتي لازم يكون كاين في الدار، وهو والميزان لازم علينا. كاين الباتور هنا بلا هذاك الطاس تاعه ينباع باثمان معقوله. لازم خواتاتي الدار يكون فيها الباتور ضروري. انا عارفه بلي البيتخان والعجان الثمن تاعه غالي، بصح الباتور لازم. انا مازال كاع ما استعملتش العجان تاعي. البريوش هذاك لامونا درتها بيدي، الهامبرغر درته بيدي، كلشي درته بيدي. دروك نستعمل يدي. لازم نخدم الزبده مليح مع البيض والسكر. هاني خلطت الزبده والسكر والبيض تولوا ناين كريم غير بيديا. دروك غادي نضيف هنايا عطر الكراميل، غادي نكهه بالكراميل. صدقوني يتمشى غايه مع الكوكاو. جربوها وشوفوا العطر تاع الكراميل بنين روعه. نزيد زوج مغارف تاع الكوكاو معمرين، يعني عبرتهم.
زوج مغارف تاع الزيت، زوج مغارف كبار، نزيد لا مايزينا، ونزيد قرصه تاع لا ليفور اللي قلت لكم عليها. هاهي الان نجمع بيدي، نخلط كلش ونلم بالفرينه كيما قلت لكم. الصابلي ما يجيش قاصح باش ما يجيناش يابس. نديروا العجينه ما طريه ثاني، ما كي تكون طريه ثاني يتغير الشكل تاعها في الفرن. ما نديرها طريه ما نديرها ناشفه. نقعد نضيف الفرينه بشويه، ما نتعجلوش نديروا كميه كبيره، غير بشويه ونلمو. نزيد شويه تاع فرينه مازال خاصها ونلم. ما نعجنوش، غير نلمو بالاصابع، خاطر كنا عجنوها ديك الفرينه تطلق هذاك الجليتان تاعها، تطلق هذاك الخيط، وجينا الصابلي تاعنا الاستيك، يقعد يتكسل كيما لاستيك. ها هي العجينه تاعنا كيفاش لميتها، ها هي، وداتنا هذاك اللون البني تاع الكراميل والكوكاو. هاد العطر الكراميل مركز بنين وشباب، ينباع في عند مولا المحل. تقولي الله يعمر لك في دي بوتاي صغار على حسب ما بغيتي، قد 10 ولا قد 15 ولا 20 قد اللي بغيتي، كونسونطري وبنين. وهذا الكوكاو تاني اللي درناه تاني غادي يجي بنين به. يعني نبدا نحلها بالرولو وندير دوائر. نبدا نحل العجينه ونديرو دوائر كما قلت لكم. دائما ندير الطابع تاعي في الفرينه ونطبع. كي نبغوا نرفدو نحاولوا نرفدوه غير بشويه باش ما يتغيرش الشكل تاعه. ها هو كيفاش يجي. انا نكمل العجينه تاعي، نظن كاع البنات يعرفوا يديروا الصابلي. نكمل العجينه تاعي نديرها طيب ونعاودو نولو للتزيين. درت الصابلي تاعي طيب، دروك ما نضيعش الوقت. درت هنايا بان ماري الشوكولا تاعي بيضه، هي قطعتها هذه مغصو راها تذوب باش نديرها في الكادر. وقليت كوكاو غادي نطحنه هنايا في الاشواط. وهنايا هاد لي غوفريت هادو اليمونتير ينتكلو، غادي نقطعوهم كيما هكا، نديرو لو تور كيما هاك. هاد نقلو نخلوه داير، نقلوه هاد لي كوان كيما هكذا. ها هي الشوكولا تاعي دابت، دروك غادي نضيف لها شويه ملون ازرق. كما قلت لكم الشوكولا كي نذوبوها، هاد البيضه ما ديباسيش 40 دوغري، غير نشوفوا البان ماغي بدا يغلي نقصوا النار. كي نشوفوا خاصك الماء ما يتوشيش الشوكولا، وكي نشوفوه يدير الفقاعات نقلعوا كاع من النار باش الشوكولا تاعنا ما تنحرقش. نزيد شويه باش يجيني اون بيل كولور. الان نبدا نعمر في الكادر تاعي كيما هكا. نبغوا نديرو فيه اون بوش، نديرو ماشي بشكل هكا، نتبعو لو تور
غير بشويه. كيما هاك بهذه الطريقه نعمر كاع المول تاعي، نديره في المجمد يجمد ونعاودو نولو. دروك درت الشوكولا تاعي تجمد في المجمد، دروك غادي الصابلي تاعي راه واجد، ها هو كيفاش جا. غادي نلصقه بهذا التوفي اللي خرج في بلاصه نسلي كراميل. هذا لصق حبه فوق حبه، وندير لو تو ونديره في الكوكاو تاعي اللي طحنته قدامكم. بسم الله. نزيد نغلق بالحبه بالبينسو، ندير لو تو. راح يجينا هاد النسلي بنين مع الكراميل والكاوكاو اللي درناه الداخل. صدقوني هاد الصابلي هايل. نديرها في الكاوكاو كيما هكا، نديرها في الكاوكاو كيما هاك كاع لو تور هكذا. من بعد يبقى لنا التزيين الاخير، نديرو هذاك الكوفخيط ولا الكادر تاع الشوكولا. نعاودو نولي. درت الشوكولا في كيس صغير كيما هاك، نقدروا نديرو في كيس تاع الكيسات ولا، ونحكم الشوكولا تاعي ندير لو تور كيما هكا. هنا راني درت هنايا لصقت ثاني لهذا الكوفريط، لصقته بنفس الطريقه تاع الشوكولا، وندير الكادر تاعي. ها هو كيفاش جا. الا انا لونت الشوكولا كيما هاك، نتوما بغيتو تستعملوها بيضه تقدروا تستعملوها بيضه، ونديروا هاد الناكري بلو، الناكري من الفوق بلو. تزيين بالبينسو صغير، هذا مخليته سبيسيال الحلويات. التزيين يبقى اختياري، سواء تخلوه ابيض وديروا له الناكري، سواء تلونوا الشوكولا كيما لونتها انا. درت لها الملون كيما شفتوني تاع بودغ غبره ولونتها. هذا مكان، ها هي كيفاش تجي. ومن بعد نستعملوا هاد لي كيسات تاع الدونتيل، وهاد الاخر تاني تاع الدونتيل هاد ونديرو كيما هكا الحلوه تاعنا. وها هي جاهزه. نزيد نديرو حبه واحده اخرى. كما قلت لكم هاد الكوفريت كيما هكا انا حكمته، درت له شويه شوكولا هكا هاك، ولصقته فوق الحبه، وزدت هنا هاد الكادر درت له ثاني شويه شوكولا باش يلصق. كي تجمد الشوكولا غادي يلصقوا فيه زوج. انا غير في كيس صغير استعملت هذه الشوكولا. ها هي ان شاء الله تكونوا تبعتوا معايا كاع المراحل وعجبتكم الوصفه، وما تنسونيش بزر الاعجاب، واللي ما اشتركش ان شاء الله يزيد يشترك معايا. والسلام.